مثل ما طلبت هواي من عندي الكيكة التركية، اليوم سويت لكم اياها بطريقة كلش سهلة وكلش طيبة، ضروري تجربوها. بالبداية عندي 4 بيضات، راح اضيف عليهم كوب الا ربع شكر، ظرف من الفانيلا، واخفقهم كل زين لحد ما يتضاعف حجم البيض بهذا الشكل. بعدين اضيف عليهم 3/4 الكوب حليب، وكوب ونص طحين، ظرف من البيكنج باودر، وراح اخلطهم لمدة دقيقة بس لحد ما يصير هذا قوامهم. واخلي الخليط ببايركس او بقالب وادخله للفرن على 180 لمدة 40 دقيقة او حسب نوع فرنكم. بس طلعت الكيكة ودفت شوية راح اسقيها بخليط متكون من 3 أكواب ونص حليب، نص كوب حليب مكثف، وعلبة قشطة كبيرة خلطتهم سوا كل زين، وسقيت بيهم الكيكة وراح اخليها تبرد تماما. للكراميل خليت كوب شكر، اخليه على نار عالية لحد ما يذوب بهذا الشكل، انص النار واظل احرك بيه لحد ما يذوب الشكر بهذا الشكل. اضيف ملعقتين زبدة واحركهم، بعدين اضيف علبة كبيرة من القشطة واحرك سريع لحد ما يكون ويانا الكراميل بهذا الشكل، اخليه يبرد تماما. بس بردت الكيكة خليت عليها كريم شانتيه وسويته بهذا الشكل، وضفت عليه الكراميل بعد ما برد تماما. سويت خطوط بالجيمر وسويت هاي الحركة المشهورة بالكيكة، وراح اخليها اقل شي بالثلاجة 3 ساعات. كل ما تكون اكثر بالثلاجة كل ما تصير اطيب. وبس حبايبي، هاي الطريقة كلش طيبة، ضروري تجربوها، والف عافية الغالين.